يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الكفته بوصفه حلوه ولذيذه وسهله جدا وبسيطه. هنعملها بقى ايه؟ هنعمل في العيش الفينو. هتاكلوا احلى كفته في حياتكم ما اكلتوهاش قبل كده. في العيش الفينو حلوة جدا، وفي العيش البلدي برضو لو حابة تعمليها، بس في العيش الفينو حلوة قوي. كل مرة بنعملها برز بسمتي، بنعمل معاها مكرونة، المرة دي تغيير. هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها بصلتين كبار مبشورين. خدت التفل وسبت المية بتاعت البصل. عادي جدا لو انت حطيت لو حطيت البصل بالتفل بتاعه عادي، بالمية بتاعته مفيش اي مشكلة. بس انا خدت المية بتاعته وحطيت عليها بشرة طماطمية، حطيت عليها حبة زيت وملح وفلفل اسود. طبعا البهارات اللي على اللحمة عبارة عن فلفل اسمر وملح وسبع بهارات، وخلطة الكفتة جاهزة من كنور. مش عايزة خلينا في الفلفل الاسود والملح وسبع بهارات. هنا بقى ايه؟ بجيب معلقة، بجيب ظهر معلقة او شوكة، وباخد كرة من اللحمة المفرومة وبحطها كده زي ما انتم شايفين، واعوز ايدي من مية البصل والطماطم المبشور والزيت. بيخلي معايا صبع الكفتة متماسك كده وما بيفكش منك ولا اي حاجة. هنا معايا جريل، هرصيته كله في الجريل، هشويها في الجريل. هاجي بقى من مية البصل اللي هي بالزيت دي، وهبدأ ايه اديها لمعة كده. بتديها لمعة حلوة قوي، وبتخلي الكفتة بتبقى معاكي جوسي وطرية وحلوة ومتماسكة في نفس الوقت. هنا بقى خلاص لمعت الكفتة بتاعتي كلها كده، وبعد كده هنزل بيها على البوتاجاز، وهكون جهزت معايا فحمية بتستوي جدا على طول بسرعة، ما بتاخدش وقت. وبتدهني طاسة الجريل يا دوبك كده مسحة من الزيت بسيطة. وهنا معايا سلطة الطحينة، وهنا الكفتة بعد ما طلعت. طبعا انتوا عارفين ان اللحمة المفرومة بتكش شوية يعني، بس هي في الحقيقة الصابع كبير عن كده، بس معرفش طلع في التصوير صغير. هنا معايا في عيش فينو، ومعايا سلطة الطحينة كانت جاهزة معايا. انا عملت لكم فيديو قبل كده بيها، ادخلوا شوفوها عندي في القناة، سهلة جدا. عملتها كتير في وصفات كتير، وان شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم بطريقة التومية، اتطلبت مني كتير، هعملها لكم بإذن الله. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي باي.